السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ من قناتي بحييكم ولكم مني مليون تحية. ويلا نصلي على النبي. كل من له نبي صلى عليه وسلم وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين كده انا جبت مكعب مرقة دجاج، هو مرقة لحم البقر اللي انا عاملة بيها. وحطيتها في ميه دافيه عبال ما تبوش. هنقطع اللحمه بتاعتنا. انا جايبه حته لحمه زي ما انتم شايفين كده، يا تجيبها من وش الفخده يا اما تبقى حمرا زي ما انتم شايفين. لو فيها دهن شيل الدهن، احنا مش عايزين اي دهون فيها، او مش عايزين حته سمينه، يعني احنا عايزينها حمرا خالص. فانت تحاولي تنقيها، ولو فيها عاده يعني هو من وش الفخده احسن. زي ما انتم شايفين كده قطعتها بقى رفيعه جدا شرايح، وقطعتها صوابع رفنعه كده. وبعدين هاخدها اغسلها. تمام، خدتها غسلتها وهحطها في المصفى تصفي ميتها. كده كان مكعب المرقه دوت يعني باش كده في الميه. هتحط عليه بقى التوابل بتاعتنا. هنحط ملح وفلفل اسود، هحط بابريكا، هحط كزبره ناشفه، هحط بصل بودر، توم بودر، تمام، قرفه، جنزبيل، زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هنحط بابريكا، وده البصل البودر والثوم البودر وشعرة شطة. هحط خل وهحط ليمون، دي القرفة والجنزبيل. تمام، كل حاجة معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة حسب الكمية اللي انت هتعمليه. يعني انا اللي انا عاملاه دوت نص كيلو لحم. هحط بقى علبة زبادي. طبعا العلبة دي كانت كبيرة فخدت نصها، والنص التاني هعمل الصوص الزبادي اللي هيتحط عليه. هعصر ليمونتين. ابوريكم الحاجة هي الزبادي والتوابل ومية البصل والمكعب مرقة الدجاج كله على بعض. كله هيتقلب دلوقتي، وهعصر ليمونتين، وهحط خل برضو، وهحط نص كوباية زيت. هعيد التوابل تاني: ملح وفلفل اسود، بابريكا، بصل بودر، توم بودر، كزبرة، كزبرة جافة، آه جنزبيل، قرفة. تمام، كله قلبته مع بعضه مع مية البصل مع الزيت. لو عندك معلقة صلصة ماشي، مش موجودة خلاص. ممكن برضو عصير طماطم لو ضربة طماطم، يعني معلقتين كده. وممكن لا، ممكن تستغنى عنه كده. اللحمة كنت غسلتها بقى وصفت ميتها خالص زي ما انتم شايفين كده. حطيتها في الصوص دوت، مع رشة برضو جوز الطيب تديها ريحة حلوة قوي. تمام، كده هسيبها بقى منقوعة على الاقل ساعتين، او تبيتيها منقوعة كده. تيجي نعملها بقى، نقوم نيجي على البوتاجاز على طول في الطاسة كده او في الجريل. واول ما تسخن نصفيها. انا صفيتها من التتبيلة، وقمنا نازلين بيها على الطاسة. ولا دهون ولا اي حاجه، هي فيها دهون برضو ان انا مصفياها. ممكن برضو التوابل دي او التتبيله دي تعينيها في كيس تتبلي بيها مره تانية، هتنفع. وتنفع برضو للفراخ المشويه، هتمشي كده. بدات اعمل الصوص بقى. وكنت قطعت البطاطس المحمره في اكلتنا النهارده، هنعوز بطاطس محمره. بيتعمل لها برضو صوص كده اللي هو صوص الزبادي. حطيت بقيت علبه الزبادي، او مقدارنا يعني كوبايه الزبادي الصغيره، عليها معلقه طحينه، عليها فص ثوم، شعرة ملح، شعرة فلفل اسود، وخل وليمون. ده صوص الزبادي اللي هيتحط على الفتة بتاعتنا. دي فتة دي الفتة السوري. بتتعمل من يعني من اللحمة بطريقة الشاورما السوري. يعني اللحمة اللي احنا عملناها دي ممكن تعملي بيها مع العيش السوري، او مع العيش الابيض اللي انا هقطعه دلوقتي. ممكن تعملي سندوتشات اللي هي الشاورما السوري. يعني هي دي نفس الطريقة، بس انا هعملها فتة. انا كان بقى عندي رز من الفيديو اللي فات هوريه لكم دلوقتي. كنت عامله طبعا كنتاكي، الرز فار. طبعا ارميه؟ لا، مش هرميه. سخنته وعملت فته. كان عندي حته لحمه طلعتها وقطعتها زي ما انتم شايفين كده. وقمت عامله بطاطس جنبها، واعمل طبق فته شاورما سوري، وهنتغدى انا والعيال. مالها؟ ما نرميش حاجه في الايام دي. يبقى عملت صوص الزبادي زي ما قلت لكم، علبه الزبادي على معلقه طحين، على فص ثوم، على ملح وفلفل اسود والليمون والخل، وظبطي ملحها. طب الصوص التاني اللي بتعملي ده يا سماح؟ انا عملت صوص طحينه. بصراحه كنت هعمل سندوتشات برضو، شاورما سوري بقى بالعيش اللي معانا ده، بس ما لحقتش ان انا اعمل، او ما عملتهاش في الفيديو بصراحه. بس انا هقول لكم الطريقه للي يعمل. انا كنت عامله قبل كده العيش معاكم. ممكن تشتري العيش جاهز، وممكن تعملي بالعيش الشامي اللي احنا هنعمله ده. دي صوص الطحينه اهو. طبعا الطحينه بتحليها وبتحطي عليها زيت، وبتحطي عليها فص ثوم برضو، وشعرة ملح وكمون. دي بالنسبه للطحينه. طبعا الطحينه ديت انا عاملاها في البيت، عشان كده مشجعاني عماله اعمل بيها بصراحه. برضو الكاتشب والمايونيز مش في الوصفه النهارده، بس عشان عندي برضو قمت عامله صوص باربيكيو. بصراحه انا بحبه، بيبقى طعمه جميل. هو كاتشب على مايونيز بس. دي الصوصات اللي معانا النهارده. بس المطلوب معاكي في الوصفه النهارده اللي هو صوص الزبادي بس. حطيت بقى قرن فلفل كده، لو عندك فلفل احمر اخضر اللي عندك.
بعد ما هي ايه استوت، ما بيضيفلهاش اي ميه، هي بتستوي لوحدها. ده العيش السوري او العيش الابيض بقى للفته. إيه ممكن بقى وهو سليم تحطي فيه بالبطاطس المحمره مع صوص الطحينه مع اللحمه، ويبقى كده إيه سندوتش شاورما. طب انا بعمل فته هنقطعه صغير كده ونحمره في الزيت، وزي ما هنعمل دلوقتي كده هوريكم. إيه كده كنت حمرت البطاطس، بحط عليها ملح وفلفل بقى والبهارات بتاعتنا، لان كانت التوابل الكنور خلصت من عندي، فقمت حاطه انا ايه من عندي بصل بودر وتوم بودر وملح وفلفل وبابريكا وكاري، وقلبتها. دي بالنسبه للبطاطس. إيه الفته بقى حطينا العيش، حطيت ده صوص الزبادي. ده الرز هنا ما عملتوش في الفيديو لانه كان عندي، لو عايزين طريقته في الفيديو اللي قبله. ده عيش يعني مبهر، اسفه ده رز مبهر ما فيهوش اي حاجه. حطيت العيش وتبلته، حطيت الرز، وبعدين حطيت الشاورما من فوقها. كنت عامله صوص الطحينه زي ما قلت لكم عشان احط بقى طحينه، احط حتتين لحمه زي دول كده مع مع البطاطس، والف العيش رول كده، يبقى سندوتشات شاورما. بس ما لحقتش، فاكلنا الشاورما وخلاص. وحطيت الصوصات برده، ده صوص الزبادي اهو، حطيت تحت وفوق، وبرده بيبقى معاكي على مع الاكل. وطبعا الصوصات مش هتخسر، العيال بتحب الحاجات دي مع البطاطس. وكده كانت فتة الشاورما خلصت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش كده وما تبخلوش عليا باللايك، ولو بتشوفوني لاول مره كده وتخشوا وتشتركوا وتشجعونا عشان عيله ملكه تكبر. بس كنت مبقيه حبه شاورما ان انا اعمل السندوتشات بس ما لحقتش. هوريكم دلوقتي اللحمه مستويه. اللي بيشوفنا لاول مره يخش ويشترك كده ويشجعنا. وكده اقول لكم ما تنسوش اللايك، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.